اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض شويه سمك لوز اللوز. هنعمل السمك عملناه مع بعض كذا مرة، ولكن النهاردة هعمله بتشريبة حلوة كده للتحمير، وهنشوف ازاي هيطلع معانا مقرمش وزي الفل. ومرة غير كل المرات اللي انا بعملها بصراحة. يعني انا اول مرة اعمله كده، ولكن عملته معاكم قبل كده السمك المقلي، وعملت السمك الصينية، وعملت التونة برضو معاكم، والمكاريلا عملتها صينية. والنهاردة هقليها معاكم، هقلي التونة معاكم، وهنشوف الطريقة سهلة وبسيطة مع بعض. هنبتدي بقى نشوف هنعمل الخلطة اللي احنا هنحط فيها السمك ازاي. الكبة دي معايا بقالها فترة بصراحة، وايدي ورجلي، مع ان انا عندي كذا كبة، بس دي انا بحبها. عندي هنا فلفل اهو، انا عاملاه مفرزناه، وقرن واحد بس كان فريش عندي. هحط بس الايه، الفلفل، وهنزل على الفلفل بمعلقة من الثوم اللي انا فرماه اهو كده حبايبي. هنزل بقى بالملح، احط الملح. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان السمك بيحب الكمون. هحط بقى شويه كمون حلوين كده، وهحط شويه فلفل اسود. ممكن بتعملي الخلطه دي وتحطيها عندك في الفريزر وتطلعيها للسمك في اي وقت، تمام. وهحط شويه بابريكا مدخنه بتودي لنا السمك في حته حلوه قوي. وهحط شويه كركم على كاري، ده اهو كركم وكاري مع بعض الاثنين. طبعا انا عندي هريسه، بس جاءنا البيان التالي ان احنا ما نحطش هريسه عشان ما يبقاش السمك سبايسي، فمش هنحط هريسه دلوقتي، تمام. هضرب المكونات دي الاول وبعدين ارجع لكم. آه، موضوع ما يحسدش المال الا اصحابه، ده فعلا دي حقيقه، تمام. جاي احط الفيشه دلوقتي لقيت الصباع بتاع الفيشه بالمنظر ده، فمش مشكله، هننقل الخلطه دي في كبه تانية. هنا حبايبي هحط بقى الخلطة في الكبة دي، كل الخلطة على بعضها كده وهنضربها مع بعض. الكبة دي صغيرة، بستخدمها في الحاجات الصغيرة، تمام. دي عادي، دي يعني دي بسيطة ديت. اللهم صل عليك يا نبي. نركب لها بس فيشة تانية وخلاص، انتهى الموضوع يعني، تمام. نقفلها بقى ونبتدي ايه، نفرم الحاجة بتاعتنا. كده حبايبي خلاص انا ضربت الايه، الخليط بتاعي. تعالوا بقى بينا ايه، نعمل التشريبه بتاعتنا اللي احنا هنعملها، تمام. هنزل بقى بالخلطه كده اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وزي ما قلت لكم الخلطه دي ممكن نستخدمها في ايه، في السمك، واحطها في الفريزر مفيش مشكله. مش عارفه انا بتهت ليه، بس معلش. قعدت اضحك شويه عشان الكبه، قلت ايه ما يحسدش المال الا اصحابه يعني، تمام. الخلطه دي بقى هعصر عليها ليمون زي ما انت حابه بقى، عصوري عصوري يعني براحتك. اه الليمون طبعا السمك بيعشق الليمون، واحنا كمان بنعشق الليمون، وخصوصا الايام دي يعني فيتامين سي جامد قوي لو حطيناه على اي حاجه. انا الايام دي ما بشربش الشاي غير بليمون، يعني ايه، انا ماليش في الشاي قوي، فلما بحب اشرب شاي بشربه بليمون. قبل ما اعمل التشريبه بقى، انا السمك بتاعي غسلاه ومنضفاه ومخليها زي الفل، تمام. انا بس هحط فيه الفتحات اللي هي دي كده، ده بالنسبه للايه، للمكرونه، للتونه قصدي، تمام. اهو املى بس الحتت اللي هي دي، لان بقى احنا الايام دي بدأنا في الشتاء، ويبتدي بقى السمك يحلو ويبقى جميل، تمام. هعمل بقى التونه كلها بالشكل ده كده،
املى بس الفراغات عشان انا عندي دي القطع بتاعتها اتخن من البولتي، ولازم تبقى محشيه من جوه بالشكل ده. هخلص كله وارجع لكم تاني. انا بقى التشريبه دي حبايب قلبي هحط عليها كام معلقه دقيق. تمام اهو. هعمل عجينه سايله خالص، هعمل العجينه سايله تماما. طبعا انا حاطه الملح وحاطه كل حاجه، بس دي ممكن هزودها شويه ملح. الكركم طبعا اللون بتاعه زي ما انتم شايفين. هقلب بقى التشريبه بتاعتي دي كويس قوي بالمضرب بقى بالمعلقه، هي مش مستحمله يعني او مش مستاهله يعني. تمام حبايبي اهو. عملنا التشريبه الجامده دي كده حبايب قلبي. خلصت. طبعا انا ايدي لما تبقى صفرة هيبقى من الكركم. انزل بقى بالسمك بتاعي كله اهو في قلب الايه التشريبه بتاعتي دي كده. تمام كده حبايبي اهو. اخلص السمك كله بالشكل ده. وطبعا احنا حشينا الفراغات هنا لان قلنا السمك التونه مليان شويه او ملحم شويه عن السمك الايه البلطي. خلاص خلصنا التونه بالشكل ده اهو كده حبايبي. اكيد معلش اكيد الطريقه سهله ولذيذه كده، وهيطلع معانا السمك زي ما هوريهولكم ان شاء الله رب العالمين. هعمل مع السمك هعمل معاه رز. في فريق قاعد يقول لي رز ابيض وفي فريق قاعد يقول لي رز سمك، فانا هشوف هنعمل معاه رز ايه وهنشوف دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. التشريبه دي بقى وهنطلعه من التشريبه بتاعته دي نحطه في دقيق ونقلي، وهتدوقي احلى سمك ممكن تتوقعيه. تمام. هخلص بقى كله كده كده حبايبي زي ما انتم شايفين. هشوف بقى هعمل الرز بتاعنا هنعمله، وهنعمل جنب السمك دوت هنضف بقى شويه بصل كده وشويه جرجير، وهنعمل شويه سلطه. يعني بصوا هنظبط المسائل يعني كده حبايبي. خلاص انا عملت الايه التشريبه بتاعه السمك بتاعنا. هنزل فيه بقى كده قطع السمك واخدها احطها فين في الدقيق. اغلفها كده بس بالدقيق. الزيت عندي على البوتاجاز. تمام. احط هنا كده في الطبق لحد ما اخلص. هحمر التونه مع بعضها والبولتي مع بعض. زي ما قلت لكم التشريبه دي مش جديده وكل عارفها، بس انا حبيت اعملها معاكم النهارده. تمام. طبعا هو بايدينا ولغوص لغوص لغوص على راي اللي بيقولها. تمام. ناخد بس القطع كده اهو بالحاجه اللي عليها وانزل بيها. وقررنا ان احنا هنعمل رز بالبصل او رز سمك مع السمك النهارده بتاعنا. مش هعمله رز ابيض. طبعا اللي كان عاوز رز ابيض هيزعل، بس مفيش مشكله. احنا مع الاغلبيه. خلاص حبايبي. غلفت كده قطع السمك بتاعتي زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى بينا نروح على البوتاجاز كده حبايب قلب الطاسه المتينه اللي ملهاش ملامح دي، وانزل بالسمك بتاعنا. تمام. الزيت عايز يتقدح شويه. تمام حبايبي. الزيت اتعمل. هبدا انزل بقى بقطع السمك بتاعتي. يا سلام على الريحه، يا سلام يا سلام على الريحه وعلى الجمال. كده حبايب قلبي. كده حبايب قلبي نبتدي بقى نقلب السمك الرائع بتاعنا كده اهو. يا جماله يا جماله. ايه الحلاوه دي وايه الطعامه دي يا ولاد. كده حبايبي. وخلي بالك وانت بتحمري السمك النار بتاعتك تكون متوسطه، ما تبقاش واطيه قوي ولا عاليه قوي. تمام. ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الطعام والحلاوه والريحه قلب المكان. خلص تحمير كله بقى لحد ما نشوف ده كده. باقي هحمر البولتي وكده يبقى حمرنا السمك بتاعنا.
كده حبايبي خلاص طلعنا التونه زي ما انتم شايفينها كده. عايزين نشوفها مقرمشه. انا لسه طب هحطها في طبق التقديم، بس عايزين نشوف. شايفين مقرمشه ازاي؟ شايفين؟ طيب نطلع بقى البولتي وبعد كده نرص طبق التقديم بتاعنا ونطلع الرز ونجهز السلطه بتاعتنا. كده حبايب قلبي انا خلاص خلصت. اي خضره عندي بقى هحطها. تمام، انا عندي بصل وخضره هعملهم جنب الاكل، بس هنشوف بقى ايه طريقه التقديم. شايفين السمكية عاملة ازاي؟ مخرفشة كده وجميلة، ويعني مش قادرة اقول لكم على الطعامة والجمال بتاعها. تمام، عملنا الطبق بتاعنا ده كده اهو يا حبايبي بالشكل الجميل الرائع ده. وهنحط هنا ليمونة كده اهو، وهنعمل الطبق التاني. برضه هحط شوية خضرة، أي خضرة عندي، لأن أنا هقطع بصل دلوقتي، بصل عادي يعني مش بصل أخضر. ونبتدي نرص البولتي الجامد بتاعنا اللي احنا عملناه. ممكن بس الطبق كده كده حبايبي، بولتي طالع الله أكبر. يعني مش قادرة أقول لكم على الطعامة وعلى الحلاوة وعلى الريحة كمان بتاعة البولتي اللي عملناه بالطريقة الجامدة دي. تمام كده حبايبي، أحلى بولتي ممكن تعملوه بالشكل الرائع ده. تمام كده حبايبي، الحتة دي مقطوعة بس مش مشكلة، هي فكت مني وأنا بعملها. وبكده عملنا السمك بتاعنا. الرز بتاعنا خلاص قرب يخلص، وهنقطع بصلايه عليه وهنجهز الخضره بتاعتنا والسلطه. وبكده عملنا اكله فظيعه جميله كده بطريقه جديده، والسمك بتاعنا عملناه بشكل مفيش اروع من كده. تمام حبايبي، الاكل لو صورت الاكل كله انا خلصت قبل الولاد ما يجوا. تمام، وكده كان السمك بتاعنا مع سلطه. هوريكم الرز دلوقتي. عملت الرز بالبصل، وكده كان الاكل بتاعنا ما شاء الله جاهز. وهنعمل معاه، طلعت حاجه السلطه اهي زي ما انتم شايفين. هعمل السلطه حالا. وبكده كان الوجبه الرئيسيه اللي انا قلت لكم عليها، ان انا الطريقه اللي احنا هنعملها للسمك طريقه جميله. والسمكيه شايفين الحته طالعه عامله ازاي؟ شايفين المنظر؟ وشايفين المخرفش خالص كده، وشايفين القشره اللي عليه ومن جوه اهو الحته دي مقطوعه. نشوفها كده، شايفين الطعامه بتاعت السمكيه عامله ازاي اهي. ما شاء الله ما شاء الله، السمك مفيش اروع من كده. لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم على خير. واو.